ايوه يا حاج، بقت الدهب خلاص. تمام، جاب كام؟ 150,000. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي يا حبيبي، عامل ايه يابا؟ المكنة اهي زي ما انت ما شفتها. ماشي؟ يعني مصمم خلاص. يا باشا خلاص. قبل ما حرمت تخسر حاجتك بعد كده مش هتلاقيها. لا يابا، انا في دماغي حاجة، فعشان كده ايه عايز ابيعها. واحد عايز يستريح. انت الحاجه بتاعتك دي لو مصلحه ماشي ماشي. مصلحة، انا هي مسافر. هي افاده ليا، مش هقول لك خساره ليا، بس انا برضك ما بحبكش ان انت تخسر. يابا مبروك عليك، انا مسافر، انا ابنك راح ايطاليا. تمام؟ هبيع التوك توك دلوقتي. تمام؟ عامل ايه؟ عملت لي ايه يا باشا؟ اخبارك ايه؟ امتى السفر؟ خلي بالك انا معيش الا 200,000 جنيه، والله العظيم دول عايشهم، يعني بص عينهم من بدري عشان خرج جواز العيال، فانت طبعا قلت لي السفر هيجيب وهيجيب. وانا كده عاوز بتاع 20,000 جنيه كمان عشان السفر. ماشي ماشي، هحلها ان شاء الله، هتتحل. لا ياما ما تقلقيش ياما، ده انا هروح ان شاء الله وهجيب لك الدهب ده ضعفين. بصي انا هخليك تركبي احلى عربيات في العالم ان شاء الله. ده انا مسافر ايطاليا يا امي. واخد الفلوس اللي هي هتطلع منه واسافر على ايطاليا، وهرجع لك يا باشا باللامبرجيني بالفيراري. انت واثق واثق مليون في المية. ان انت موضوعك ده ناجح؟ مليون في المية، ده انا بقول لك ولا ايطاليا. نصيحه مني يا ابني، الموضوع ده مش سالك. ازاي؟ مش سالك. لا يابا، لا، وانت خدها شايف من هنا بني ادم يعني. خبره، واخد بالك وعارف المواضيع دي. هيرموك في نص البحر ويقول لك عدي ومعاك ربنا، لا توصل لا ما توصلش. انا عندي 4 بنات وعايز اجوزهم، فال 200,000 يا دوبك على قدهم، انا هجيب لك ال 200,000 وتصفرني على طول. قلت لك اهو، ما تخليش بيا بالله عليك. يعني امتى هترد عليا؟ بعد يومين؟ خلاص ماشي، انا معيش الا ال 200,000. 200,000 دول انا كنت عاينهم وحطيتهم عشان خاطر ايه؟ جوازة العيال. بس دلوقتي لما ربنا يكرمني في الشغلانه في بلاد بره، طبعا هجوز ال4 مره واحده. خلاص ماشي يا باشا، ماشي، مع السلامه. ايوه، وهقعدك في قصور. ادعي لي بس والنبي يا ست الكل، عشان تعدية البحر دي اصعب حاجه. ربنا يسترها من عنده بس وعدي. ماشي يا ست الكل، انا نص ساعه وهتلاقيني في البيت هاخد الفلوس عشان الراجل مستنيني. ماشي يا باشا، ماشي، مع الف سلامه. سلام. يا رب حلها. يابا، مفيش وهتروح هناك الكلام ده. هتعمل ايه؟ لا تبيع جرايد لا تغسل مواعين، هو ده الشغل اللي هناك. اغسل مواعين. تغسل مواعين اغسلها هناك. شايف هنا يعني جايبه همها. مش لو وصلت. هنوصل ان شاء الله. عامة انت طالما مقفل راسك واخد بالك. مبروك عليك، وادي المفاتيح. فلوسك اهي، تمام. انا لان ان ربنا يبارك لنا فيها. يابا ربنا يبارك لك. بس انا مش مسلمها لله. بكره هفكرك بالفكرتين اللي انت قلتهم لي دول، لما تلاقي لي كده راجع لك باللامبرجيني ولا الفيراري. بس شاء انا الله. رجائي بقى ان انت ما تجيش تعيط وتقول يا ريت. لا ان شاء الله مش هاجي اعيط. لانك عارف هتيجي ليه؟ تعيط انا عارف بقى ليه. لانك هتيجي تعيط وتقول يا ريت اللي جرى مكان، واخد بالك، وهتضرب نفسك 30 بلغه. طب بكره نشوف. ماشي. لو انا مش واثق مش هفرط في مكانتي. بس انت بقى لو وهبيع. رجعت واخد بالك ما تورينيش وشك، لانك هتبقى ندمان. يا عم بكره نشوف. ماشي، ربنا تمام. يعينك يا ولد، انا يلا. بحب لك الخير. السلام عليكم. سلامة الله. ايه يا بطل؟ حبيبي يا مسافر معانا برضه؟ رايح مسافر؟ ايطاليا؟ ايوه. مسافر ولا ايه؟ انت دفعت كام؟ 160. لا والله. بعت، انا عندي توك توك وبعت. لا والله، انا بعت دهب امي والله. برضه هو لازم الواحد يبيع اي حاجه. بس انا سامع يا اخي ان بيقول لك هتروح هناك اخرك هتغسل صحون. يا عم اغسل اي حاجه، انت لو هتشيل طموح، زباله هناك. الطموح مودينا في داهيه. يا ابني طموحي ان انا إيطاليا. ارجع ملياردير، بس مش عارف. ترجع ايه؟ ارجع ملياردير. انت يا باشا هتروح هناك تغسل مواعين، هتلم زباله، كفايه اللي انت شغال في ايطاليا. انت فاهم؟ انا كان عندي توك توك اللي حيلتي، فاهمني؟ بعته يا دوب 160 اخره، هاخدهم من هنا وهيبقى فيه بتاع 10,000 جنيه بس. يعني هو قال لي الدنيا تمام بتاع، ليه انا معرفة حد، هو كلمه لي وبتاع ومشيت الدنيا. فهنجي يا باشا ونروح نشوف الدنيا فين. على الله. اسمه الاستاذ حسن باين. حسن ماشي. هو زمانه جاي دلوقتي عشان نخلص. السلام هو عليكم. ده استاذ حسن؟ سلام ورحمة لا الله. والله انا جاي له اصلا. هو فين يا استاذ حسن؟ وانت كمان هتسافر؟
مستغرب ليه يا اسافر ليه؟ ما سافرش ليه يابا؟ بس انت راجل كبير. كبير يا حاج. يا عم بس راجل أنت- كبير، انا عايز اسطر بناتي وعايز اجوزهم، وهناك شغلانه هشتغل غفير في عماره في اي حاجه. اتفضل. غفير إيه ده؟ احنا هنروح نغسل صحون. مش بقول لك؟ يا عم مش مشكله، جت على غسيل الصحون بس يبقى فيه فلوس. ما هو احنا كده كده بنغسلهم. بس فيه فلوس. فنغسلهم هناك بفلوس. يعني انتوا متاكدين ان الموضوع ده كويس؟ بس انا بقول لك في يا نصب عم اللي كتير راح، ومشاكل. في ناس عدت، في ناس عدت وبقت مليارات، وعدوا. وفي ناس ماتت في البحر. وعدوا يا عم. هي بص بتاعت ربنا. يا سبحان هي الله. حته البحر دي بس. شفت الواد اللي هو على التيك توك اللي اسمه السويسي؟ كان سافر قبل كده برضه، كانت الدنيا بقول لك دلوقتي ايه ما شاء الله معاه. شغل في إيطاليا ده. وعربيات والدنيا رايقه معاه جامد. ما ده في ايطاليا. فاحنا عايزين نتواصل بيه بقى لما نروح هناك. يا عم نتواصل بيه نروح بقى بس ونتعامل نرجع معاه. نفسينا ونشوف هنشتغل ايه وبعد كده نكمل. يا عم سبحان نوصل الله بس. الله ربنا يسترها، بس من عندنا خايف من حته البحر ده، ما بعرفش اعوم. طب هو حسن فين متأخر ليه كده؟ انا عارف. زمانه جاي يعني. ده قال لي تعالى هتروح تلاقي زمايلك هناك قاعدين برضه واقفين. لما ترن عليه كده قال لنا على حسن؟ ده انا كده. هو خد مني 200,000 جنيه. واخد منكم كام؟ انا واخد مني 180. وانا 160. بس يا لهوي. انا بقيت بيها بامي يا عم. استنى كده. ها؟ التليفون مقفول. ازاي يا عم؟ التليفون مقفول. لا حول ولا قوة إلا بالله. نصب علينا ولا إيه؟ لا هو هتلاقي بس في ظرف او في حاجه هيتكلم هيرن ما دلوقتي. تقولناش يا جدعان بالله عليكم. الحكايه مش ناقصه. انا بعت المكنه اللي حلفي. أنا ال 200,000 جنيه اللي هعينهم كنت عاينهم أسطر بيهم العيال. قلت ال 200 مش هيعملوا حاجة، أسافر أجيب قرشين زيادة. لا حول ولا قوة إلا بالله. هو كان مفتوح دلوقتي. ربنا يستر. الراجل عليا وانا جاي وقال لي ربنا تعالى. يسترها.